منتجات المقاطعة اللي هنتكلم عنها النهارده ده عمل الكيان اللي ما يتسماش اس وايه البدائل الموجوده معانا هتكون خاصه بمنتجات الترطيب. منتجات الترطيب زي ما احنا عارفين ان احنا داخلين على الشتاء، فاحنا الترطيب هيكون لا غنى عنه وهيحمينا من مشاكل كتير. منتجات الترطيب اللي المفروض نقطعها هي منتجات دوف ومنتجات جلايسوليت ومنتجات فازلين. فازلين كان بينزل حاجات خاصه بترطيب البشره، وكان بينزل حاجات كمان خاصه بمعالجه الليبسرابي اللي هي معالجه الشفاه. بالنسبه للبدائل اللي معانا زي ما عودتكم هيكون في اكتر من بديل، وانت بنفسك اللي هتحددي ايه البديل الانسب ليكي. البدائل اللي معانا النهارده شان بودي لوشن، إليجون بودي لوشن، ستيرالاين بودي لوشن من شركه حياه. كل البدائل دي بتتميز بحاجات جميله، ان الفورمولا بتاعتها غنيه جدا وهتديني ترطيب عالي وفي نفس الوقت امتصاصها سريع، وانا ارشحها وبشده بما اننا داخلين على فصل الشتاء. ومن البدائل الموجوده معانا النهارده وهي تقريبا موجوده في كل بيت مصري هي منتجات شركه ايفا ومنتجات شركه لونا. الشركتين دول بيتميزوا ان اسعارهم حنينه، وان هم ابتدوا دلوقتي ينزلوا اكتر من فورمولا مخصصه، في حاجه مخصصه للايد، في حاجه مخصصه للرجل، في حاجه مخصصه كترطيب للجسم عامه، وفي بديل معانا الفازلين اللي الناس متعوده عليه بنفس الشكل، هو بديل من شركه بيور. ومن البدائل الكويسه اللي نستخدمها كترطيب للشفاه هي شان ليب بالم، وكمان اماندا ليب بالم، وكمان لونا. وبكده يكون كلامنا خلص عن منتجات النهارده، وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد. باي باي.